الدوري الانجليزي. ونبدا بمانشستر سيتي اللي قدر يتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينهو من جيرونا، لعيب صغير في السن بيلعب بشماله، بيرجع تاني فكره رياض محرز، لعيب بيلعب بشماله وبيضم لجوه وبيسدد او بيعمل اوفرات، ده بيفرق جدا في طريق جوارديولا. وقدر ان هو يرجع جندوجان بعد رحله اسماعيليه رايح جاي اللي حصلت مع برشلونه ومانشستر سيتي. ونخرج من السيتي نروح لليونايتد بعد هيكله كبيره اداريه، غيروا المدير التنفيذي والمدير الرياضي للنادي، وقدروا يتعاقدوا مع لعيبه كويسه جدا الفتره اللي فاتت. جابوا مزراوي ودليخت من بايرن ميونخ، ودي صفقه في الدفاع هتفرق جدا. كمان من ضمن الصفقات الدفاعيه لينيورو اللي العالم كله كان بيتكلم عنه وكان بيحاول يخطف الصفقه دي، لكن مانشستر يونايتد قدر ان هو يتعاقد معاه لمده 5 سنين. وفي نص الملعب قدر ان هو يجيب اوجارتي، لعيب من باريس سان جيرمان، لعيب كويس جدا، بيتحرك تحركات وبيطلع الفرقه من تحت بشكل كويس، لان كاسيميرو الموسم اللي فات ما كانش قادر يعمل الحته دي. وفي الهجوم قدر ان هو يتعاقد مع زركيزي، مهاجم هولندي سنه صغير، مع هويلاند اللي انضم للفريق السنه اللي فاتت، بقى كده عنده 2 مهاجمين كويسين جدا.